مرحبا ويا هلا فيكن من جديد. معي أنا فافو. ما بيكمل رمضان بدون كنافة. اليوم رح نعمل سوا هالأكلة الرائعة، ولأني احترت بين طلباتكن للناعمة والخشنة رح نعمل التنتين مع بعض. كتير مشهد أليم. بنبدأ مع الكنافة الناعمة. استخدمت ربع كيلو كنافة شعر لأنه صينيتي قياسها صغير، هي 9 إنش. فتتي الكنافة بإيديكي كتير منيح حتى ما يبقى اشياء علقانين على بعض. ضيفي حوالي معلقة كبيرة سمنة ووزعيها على الكنافة منيح. بعدها طحني الكنافة على فرامة اللحمة اللي هي نفسها ماكينة الكبة، وانتبهي وقت الفرم لا تحطي كميات كبيرة بالماكينة مع بعض مشان ما يعلقوا، لأنه الكنافة عجينة كتير سهل انه تشبك على بعضها. بعد ما خلصتي الفرم فركيها بين ايديكي لحتى تتفتت اكتر ويصير قوامها رملي وناعم كتير. دهني صينية الكنافة بطبقة سمنة، تقريبا بتحتاج معلقة ونص كبار سمنة. وبعدها حطي الكنافة المطحونة فيها، فرديها بإيديكي ورصيها منيح. حاولي تكون الحواف شوي أعلى من سطح الكنافة، وبالنص اعملي حفرة بسيطة تكون فيها طبقة الكنافة كتير خفيفة لحتى تساعد انك تشوفي لون الكنافة بس تستوي. دخليها على الفرن حوالي 25 دقيقة، حرارة 325 فهرنهايت، لحتى يصير لونها ذهبي بهالشكل. ولاحظي انه مكان الحفرة لونه اغمق من باقي السطح. حاولي ترجعي الكنافة اللي حوالين الحفرة عليها وتسكريها. حطي طبقة الجبنة. استخدمت تقريبا 400 جرام جبنة نابلسية، ممكن إذا مو متوفرة استبدليها بعكاوي أو موتزاريلا فريش، المهم جبن حلو. وبس توزعي طبقة الجبنة تركي حوالي نصف سنتي على الأطراف بدون جبنة حتى ما تلزق على حواف الصينية. رجعيها على الفرن تقريبا 10 دقايق أو ربع ساعة حتى تذوب الجبنة تماما وتصير بهالشكل. حطي طبق التقديم فوق الصينية، ولازم يكون أكبر منها بشوي، قلبيها بلطف، وهيك رح بتكون الكنافة جاهزة. سقيها فورا بالقطر السخن، رح اكتب لكم عياراته بصندوق الوصف، وزينيها بالفستق الحلبي. قدميها فورا واستمتعي انتي وعيلتك بأطيب كنافة ناعمة من شغل ايديكي، طعمها بيجنن. هلأ صار وقت الكنافة الخشنة. بنفس الطريقة تماما ونفس الخطوات حضري الكنافة الخشنة، بس الفرق انه رح تفرميها على ايدك بالسكين لتكون بطول 1 سنتي تقريبا، او فيكي تفرميها على الفود بروسيسور او محضرة الطعام اذا متوفرة، طبعا اسهلك بكتير. وبعد الفرم ضيفي معلقة سمنة، وزعيها على الكنافة، ودهني الصينية كمان بطبقة سمنة ورصي الكنافة فيها. بس هون لا تعملي حفرة بالمنتصف لأنه الكنافة الخشنة طريقة استواتها مختلفة شوي عن الناعمة. دخليها على الفرن كمان بحدود 25 دقيقة، وبس تطلعيها لازم تشوفي اللون الذهبي طلع على سطح الكنافة لحتى تتأكدي انه استوت. بعدها وزعي الجبنة وتركي نص سنتي كمان على الأطراف، ورجعيها على الفرن كمان لتذوب الجبنة. قلبيها وسقيها بالقطر وزينيها بالفستق الحلبي. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفة اليوم، ولا تنسوا تشاركوني صور تطبيقاتكم للكنافة. وهي آخر فيديوهات إلي لوصفات رمضانية تانية، إن شاء الله بتعجبكم إذا شفتوها. بتمنى لكم يوم رمضاني مميز. بشوفكم قريبا بفيديو جديد إن شاء الله. باي باي.